هذه إذاعة إرنا. الفضليات مستمعاتي والأفاضل مستمعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 31 من يناير. كما عودناكم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، ثم يقدم لكم الزميل أحمد شريف حلقة جديدة من برنامج نافذة ثقافية، ويتناول فيها احتفالات الجبهة الشعبية داخل البلاد. قبل ذلك مستمعي ومستمعاتي الأفاضل يقدم لكم نشرة للأخبار، هذه أبرز عناوينها. مصرع شخص واحد في منطقة ود الحليو بضواحي القذارف. العثور على مجموعة من اللاجئين الإريتريين في حاوية تبريد. أزمة دبلوماسية بين أنقرة وباريس حول ليبيا. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. أفادت مصادر لإذاعة أرينا بأن شخصا لقي مصرعه جراء إطلاق نار من قبل قوات حرس الحدود السودانية. وقالت المصادر بأن القوات أطلقت النار على الرجل يوم الاثنين الماضي في منطقة ود الحليو، مما أدى إلى مصرعه على الفور. وقالت المصادر بأن القوات اشتبهت في قيام الرجل بالتهريب عبر الحدود. وذكرت إذاعة دبنجة السودانية بأن اللواء 11 من حرس الحدود أطلق نار على رجل وأرداه قتيلا، وأن قائد اللواء أمر باعتقال مطلقي النار والتحقيق معهم، وتم إبلاغ ذوي الضحية بما تم اتخاذه من إجراءات بخصوص مطلقي النار. وتشهد المناطق الحدودية بين السودان وإريتريا عمليات تهريب بشر وسلع، وغالبا ما تؤدي العمليات العسكرية إلى إصابة أو موت أشخاص أثناء المطاردات والتعقب. ذكرت الشرطة البلجيكية أنها عثرت على 20 إريتريا من ضمنهم 3 نساء ومجموعة من السودانيين في سيارة شحن تبريد في مدينة والون. وكانت المجموعة تسافر في السيارة في درجة حرارة تبلغ 2 درجات مئويتين، وكان أفرادها في حالة صحية سيئة. وقامت الشرطة على الفور بتقديم الإسعافات الأولية لهم. وأكدت الشرطة البلجيكية بأن المجموعة تحركت من مدينة لييج في شمال بلجيكا، وكانت تنوي دخول بريطانيا. الجدير بالذكر بأن بلجيكا وفرنسا تعتبران محطتان مهمتان في طريق المهاجرين إلى بريطانيا. وكانت مجموعة من 39 فيتناميا قد لقت مصرعها داخل إحدى حاويات التبريد في الصيف الماضي. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية صاحي أقصو بأن باريس تقلب الحقائق حول ما يجري في ليبيا. وجاء التعليق التركي على خلفية اتهام الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لنظيره التركي رجب طيب أردوغان بالتنصل من تعهداته التي قدمها بعدم التدخل في ليبيا. وقال المتحدث التركي إذا كانت فرنسا تريد المساهمة في تنفيذ مقررات مؤتمر برلين فعليها إيقاف دعمها لخليفة حفتر. وتابع القول بأن الأمر لم يعد سرا بأن فرنسا تقدم دعما غير مشروط لحفتر بحيث تكون لها السيطرة التامة على موارد ليبيا الاقتصادية. وقال الرئيس الفرنسي من جانبه في لقاء مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميستو ساكيس بأن تركيا تختلق الحقائق حول وضع فرنسا في ليبيا منذ عام 2011. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. مصرع شخص واحد في منطقة ود الحليو بضواحي القذارف. العثور على مجموعة من اللاجئين الإريتريين في حاوية تبريد في بلجيكا. أزمة دبلوماسية بين أنقرة وباريس حول ليبيا. استمعتم فيما مضى مستمعي ومستمعات الأفاضل إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. مستمعين الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج متابعات، فيها سادتي نرصد ما نشره نظام أسمر في وسائل إعلامه مؤخرا
فقد أفردت صحيفة إريتريا الحديثة العربية عددا من صفحاتها في العدد 76 الصادر يوم السبت 11 من يناير الجاري 2020، ترصد فيه المهرجانات المنحشرة في مسمى الفعاليات الوطنية. مرحبا بكم إلى هذا البرنامج. هذه إذاعة إرنا. سيداتي آنساتي سادتي، مجددا نتقدم إلى زملائنا الإعلاميين العاملين في أروقة ودهاليز وزارة الإعلام بأسمى آيات الأخوة والزمالة، سائلين الله لهم السلامة في حلهم وترحالهم. أولئك القابضون على الجمر في إدارة إعلام نظام فقد مصداقيته في كل شيء. كما نتقدم إلى متابعين الأعزاء والعزيزات في الداخل الذين يرصدون بأذن واعية ما نحاول تقديمه من إيضاحات بشأن الواقع الذي يعيشونه محرومين من وسيلة التعبير قولا وفعلا، وبسط انعدام الأمن والأمان في ربوع البلاد التي أصبحت مرتعا لكل حاكم ظالم سارق منافق. وفي هذا الإطار سيداتي سادتي، يسر إذاعة إرنا الدولية أن تتابع ما ينشره إعلام نظام أسمر في وسائله المختلفة لأسباب ووجهات نظر متعددة. أول ما يدعونا إلى الرصد هو عكس الواقع الذي تعيشه إريتريا على حقيقته دون تزييف أو تحوير، كما يحاول ممارسته النظام بشتى الوسائل ومنها أدواته الإعلامية وجوقة المبدعين الفنانين على وجه التحديد. الكل هناك سادتي مكرها بالطبع لا بطل. كما نعكف دوما على عكف أو كشف أباطيل النظام وعواره والتي ينشرها هنا وهناك، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى سادة التأكيد على أن هناك عين تراقب وتستطيع أن تفضح المستور، وأذن أخرى تسمع ما يحاول تلفيقه النظام المأفون. كذلك لتنبيه أولئك الغافلين الذين لا يزال النظام يمارس عليهم أساليبه القديمة من قبيل التلاهي والتمظهر برفع شعارات باسم الوطنية والشهداء وأماناتهم وعهدهم والحفاظ على مكتسبات الثورة والنضال إلى آخره، والتي تتبدى في مهرجانات النظام التي يروج لها تحت شعار أي شعارات هي في حقيقتها ما دون الوطنية بواقع ما تعيشه إريتريا لقرابة 30 عاما. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، للذي يتأمل المشاريع التي يروج لها النظام في كل الاتجاهات يتبين له حجم ما يعانيه النظام من إفلاس، ليس في الرؤى فحسب بل حتى في أساليب الترويج والدعاية الإعلامية التي استهواها منذ أن كان يافعا إلى أن هرم عوده وخوى نفسه. وقبل أن نتحدث سادتي عن مضمون ما قدم في المهرجانات المزعومة إلى الوطنية كما هو معلوم من المتابعة الواعية، وأيضا دون الدخول في تفاصيل وعمق الفكرة التي تقود العمل الإعلامي بشكل عام في إريتريا، نرى من الأهمية بمكان الإشارة إلى واقع وتاريخ صحيفة إريتريا الحديثة، وقياسا على ذلك سرى ما جرى على كل وسائل دعاية إعلام النظام. إريتريا الحديثة الصحيفة التي صدر أول عدد لها قبل 29 عاما بذل فيها الزملاء الأعزاء أي الرعيل الأول الذي تأبط مسؤولية إنشائها جهدا كبيرا، إذا وضعنا في الاعتبار حجم التحديات التي كانت ماثلة أمامهم، بمعنى إدارة صحيفة يومية ناطقة باسم الدولة، دولة وليدة مطلعة بمهام وطني متشعب كما ينبغي أن تكون عليه الدول الوليدة، في ظل قلة الخبرة، انعدام الممارسة، شح الكوادر المؤهلة وغيرها من المسائل ذات الصلة المباشرة بالعمل الإعلامي المعاصر. بالتالي فإن مسؤولية الإعلامي في ذلك الوضع كانت مضاعفة إن لم تكن أشبه باقتحام المستحيل. لهذه الأسباب وغيرها كلمة حق لا بد من قولها في هكذا تناول، وهي استماتة الفريق الذي تحمل مسؤولية الإعداد والتحرير والإشراف لصحيفة رسمية في ظروف غير مواتية على الإطلاق، بكل ما تعني كلمة غير مؤاتية من دلالات مهنية حرفية في العمل الإعلامي المتجدد، بل العمل مع إصرار
رؤى متعارضة مع أي فكرة سليمة بالمهنية الإعلامية، بل تمسك تلك الإدارة العقلية أو الإدارة الحكومية البوليسية الظاهر منها والباطن في إدارة شؤون البلاد، بعكس ما تتطلبه العملية الإعلامية بالتزامن مع الفتوحات التي صاحبت تطور إدارة الإعلام وتصنيعه وتأكيد وظائفه الرئيسية في مجتمع خارج لتوه من حرب ضروس قضت على كل شيء. للغرابة سادتي، أو من سوء طالع الدولة آنذاك، أن الإعلام بدأ يدخل فتوحاته الإعلامية الجديدة المعاصرة. فقد صدر أول عدد للصحيفة في الفترة التي أشرنا إليها سادتي، وقبل 3 عقود إلا قليلا، وإن لم نقل معظم الإعلاميين، فإن أغلب أعضاء الصحيفة بذلوا أقصى ما لديهم من استعداد لمباشرة مهام إعلامية متواضعة، سيما أولئك الذين تجشموا مسؤولية الإصدار، كأول عدد يتوجه إلى جمهور مدني وعسكري متعدد الثقافات والاتجاهات والرؤى والتجارب، بالتزامن مع انتشار بل انعدام أدنى مقومات حرية العمل الصحفي والإصدار الإعلامي، أي الحرية والشفافية والمصداقية. ورغم ذلك، أي ما ذكرناه من قبل النظام، ورغم ذلك فقد ظل الفريق الصحفي المشرف مستميتا في أدائه، بل مكافحا ومستمسكا بإثبات وجوده مع نظيراتها من الوسائل الأخرى، أي الإذاعة والتلفزيون، التي لا تزال حتى تاريخه أحادية البث والنشر لا غير. الوضع برمته كان ينبئ أن أي شيء في إريتريا غير متوقع، غير مستغرب. ذاك النفر العزيز استمات أولا في تثبيت مقومات التجربة الجديدة في العمل الإعلامي اليومي من ناحية، ومن ناحية أخرى سعى إلى تطوير الأداء وترقيته، ولكن وتمشيا مع العقلية التي تولت إدارة شؤون رهن البلاد وسوق العباد، فإن الإعلام بمختلف وسائله كانت الضحية الأولى لجهالات النظام الإدارية والسياسية. وتواصل الصراع محتدما بين الراغبين في تطوير أداء العمل الإعلامي على المستويين البشري والمادي من جهة، والسياسة التي حكمت على الإعلام منذ الوهلة الأولى من توليها دفة قيادة البلاد، أن يكون الإعلام أداة قمع وإسكات كل صوت ينادي بالعدالة والقانون والمؤسسية من جهة أخرى، ليمضي الصراع آخذا مختلف ألوان المواجهة بين الطرفين، ليس في تطوير محتوى النشر والإخراج، لكن في أن تحوصرت فكرة الإبقاء على الصدور أيا كان المستوى والمحتوى، غاية بحد ذاتها لا تبررها حتى نظرية إعلامية واحدة من نظريات علم الإعلام كعلم وفن وممارسة النظريات الكثر. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وهكذا عزيزي المستمع، بدأ العد التنازلي للكوادر التي لم تستبقي إلا أن تقلم أظافرها لتكتب بمداد صبرها وكأدائها، على أن تقاسمت عليه في أن دورهم في القيام بأداء مهامهم يتقاطع مع قيم التضحية والفداء، وأن كل شيء يهون من أجل الوطن وأشياء أخرى، ولأن لكل أجل كتاب، ولأن النظام قد راهن على المتآمر السياسي لماكينية الإعلام، أي ماكينة الإعلام، أي السلطة في رؤيتها الأحادية الجامدة. تواصل مسلسل التساقط من قطار إدارة صحيفة إريتريا الحديثة الصادرة باللغة العربية، حتى أنه لا يوجد الآن من الرعيل المؤسس إلا نفر عزيز قليل ضعيف يعد بأصابع اليد الواحدة، وآخرون جلبتهم إما رياح الخدمة الوطنية أو مسائل لا علاقة لها بالمهنية البحتة، وبالتزامن مع هدف التصحير المتعمد من قبل النظام للجريدة وكفاءاتها تحديدا، تراجعت أيام الصدور من 5 أيام إلى 4 أيام، فقد كان صدور النسخة بلغة التجريت خصما من أيام العربية، إضافة إلى ذلك عدم الاستقرار الإداري وزاريا الذي عانى منه كاهل الوزارة منذ تأسيسها، هو الآخر ألقى بحمله الثقيل على صيرورة العمل بالصحيفة كغيرها من الأقسام الأخرى بالوزارة. والعزاء كل العزاء ممتد لمن كتب له أن يعمل الآن بالصحيفة العزيزة اليوم. هذه إذاعة إرينا. أعزائي المستمعين، عودا على بدء
فقد وصل عدد مهرجانات النظام في بحر العام الماضي كما ورد في صفحتين بالجريدة المذكورة 17 مهرجانا نظم في مختلف دول العالم، أي بواقع مهرجان في كل شهر وأكثر في بعضها في عدد من الدول. وقد يكون العدد المذكور سادتي مقبولا باشتراطات محددة، منها أن تكون المهرجانات متقاطعة مع اسمها، تحمل بعدها الوطني كما يروج لها على الأقل. لكن تلك المهرجانات كما نتابعه ويتابعه القارئ هي في اتجاه، وما ينظم فيها من فعاليات وأنشطة في اتجاه معاكس. وما يدعو للاستغراب هو أن يفتتح معظم تلك المهرجانات من قبل رجال مسؤولين كبار كما يتوقع، منهم معالي وزير خارجية النظام عثمان صالح، الذي لا حول له إلا الإمساك بالمقص والتبسم، وأحيانا لزومية التأمل في لون الشريط المراد قصه فقط. وفي الغالب ينحصر دور الوزير في مشهد غريب، وهو تتبع طريقة افتتاح مسؤول الشؤون السياسية للحزب الحاكم مستشار رأس النظام يماني قبرآب، وكلها مشاهد تدعو إلى الهذيان والاستهجان، سيما عندما تنحدر أسماء وزارية واستشارية تلك إلى سلوك لا ينم عن مسؤولية على الأقل تحفظ لهما ماء وجهيهما أمام كاميرات الأجهزة الخاصة والعامة، لا أن يكونا أضحوكة لجمهور وسائل التواصل الحديث. ويمكن الإشارة هنا عزيزي المستمع إلى المهرجانات التي افتتحها معالي رأس نظامه، مهرجان الإريتريين المقيمين في إيطاليا الذي نظم في يوليو من العام الماضي، ومهرجان الإريتريين المقيمين في ألمانيا في ذات الشهر، وعدد من مهرجانات مماثلة فاقدة المحتوى والمستوى. وبالنظر إلى ما يدور في أيام المهرجانات تلك، كبير على من يتولى رأس وزارة مهامه الأساسية، أي مهام تلك الوزارة الأساسية هي إدارة علاقات الدولة الخارجية واستراتيجياتها إقليمية كانت أو دولية، هذا فضلا عن الانشغال بفتح مجالات واسعة في الاستثمار السياسي والاقتصادي وضبط المصالح حتى لا تتعارض مع الحفاظ على الأمن القومي للبلاد. هذا في أدنى ما ينبغي أن تكون عليه مسؤولية أعلى سلطة في وزارة سيادية هامة كالخارجية. ولكن أن تكون كبريات مهام وزير للخارجية هي تلك المكانة التي أشرنا إليها، بمعنى أن يكون حصاده السنوي فقط افتتاح عدد من مهرجانات فنية تراثية هابطة وتنظيم أمسية سياسية باهتة اللون والمذاق. مثل هذا وضع لا يعني شيء غير شيء واحد، وهو التأكيد على مستوى التردي الذي وصلته الدولة التي يتحكم فيها أولئك بين قوسين. نفس الأمر ينطبق على من يتقدم تارة بصفته مستشارا لرأس النظام، حيث لا يؤمن الرئيس إسياس بفكرة الاستشارة على الإطلاق، كلما عن له في جوف الليل بوعي أو بغير وعي يطبقه نهارا على رقاب الأناس والأشهاد، وما تراءى له في وضح النهار شركا من شراك مؤامراته وعداواته ينفذه على الخلق والدواب، حتى لو كان ذلك مما تجاوزه الزمن ورفضه الشيطان الرجيم. فالرجل أي الراس إسياس يحتفظ بكراسته ومدوناته اليومية القديمة منذ أن فارق قاعات الدراسة بجامعته المحبوبة أديس أبابا، أو قبل أن يلج مدرجاتها، كما يحتفظ بما قرأه وخطه في رحلته إلى الصين في الدورة السياسية المشؤومة التي يدفع ثمنها الشعب الإريتري ثورة ودولة حتى الآن، حيث ما يزال الرأس يطبق ما ولغ في ذهن من أفكار ونظريات شيوعية كانت أم ماركسية، تلك التي تجاوزها أهلوها بأهلية زمنية متقدمة، أو على أقل تقدير لعدم صلاحيتها أدخلوا في منهاجها رؤى معاكسة في أبعادها الاقتصادية والإدارية تحديدا. لكنه الراس إسياس الطالب المثالي المستمسك بكل فقرات وحروف الفكرة الأيديولوجية سياسية كانت ومنهجا وممارسة،
مثل هذا لا يؤمن بفكرة الاستشارة، كما لا يؤمن بمسؤولية هذا الوزير وذاك السفير أو ذلك السكرتير الهرم، فكلهم عنده مجرد منفذين طائعين صاغرين، ليس وإلا فإن مصيرهم إما البيات خلف القضبان أو الرحيل إلى المأوى الأخير، رحلة الموت الأبدية، أو الإقامة في دول الشتات والمنافي. مهرجانات المجموعة كلها تسوق لفكرة واحدة، وهي السيطرة على العقول عبر ترويج أكاذيب ومزاعم لا على شاكلة ما تحدث عنه وزير لا خارجية للا داخلية عثمان صالح، وما هدى به في إيطاليا، وتلفيقاته عن السلام في إثيوبيا ورأس النظام لا غير، دون ما أي شعور بمستوى التحريف الممل الذي استهجنه حتى أنصار الرأس إسياس، وفاض بهم نهر الملل، ففضلوا الحديث عن مستوى صرف اليورو الإيطالي مقابل الدولار الأمريكي كما رشح. وهناك من ذهب ليسأل صديقه الذي بجواره، والوزير معالي الوزير يتحدث عن السلام بين الراس وإثيوبيا وشيء من ذلك التلفيق. صديقه الذي جلس في الندوة يتحدث إلى جواره: يا ترى كم كانت ستساوي الليرة الإيطالية القديمة مقابل الدولار الأمريكي لو فاز الحزب الفلاني على التكتل العلاني الإيطالي كما علم؟ بل لم ينعدم من لجأ إلى المستطيل الأخضر في الدور الإيطالي، حيث فضلوا الحديث عن تنافس الأندية الإيطالية نابولي، أتلانتا، ميلانو، فيورينيتشيا، بدلا من سماع كلام لوزير غير جاذب أولا من حيث الأداء وفارغ وممجوج ثانيا من حيث المحتوى. أو ربما تهامس بعضهم لتحديد مكان تناول البيتزا الإيطالية، إما بمدينة نابولي الشهيرة أو في مطعم لاجيتا لانجيانو في روما، والوزير سعادة سيده لا نفسه يتحدث عن المرحلة التعاونية الآنية المبشرة مع تطور اتفاق السلام والصداقة بين إريتريا وإثيوبيا والقرن الإفريقي كما زعم، أو كما ورد في الرصد الصحفي آنف الذكر. هكذا سادتي يكذبون حتى دخول القبر، لعمري تلك أحلام، مثل عبارة الكلاشيهات المفروغة من معانيها في اللغة العربية كما يقال. أين هي استحقاقات اتفاق السلام المزعوم على الواقع الإريتريا معاليه؟ أين ترسيم الحدود؟ بل أين وأين؟ ولكن كما قال سيد الوزير بملء فيه: كل من يظن بعد الآن بوجود شعبين أو دولتين منفصلتين في كل من إريتريا وإثيوبيا هو ذلك الإنسان الساذج الذي لا يعرف الحقيقة، إلى آخر عباراته التي ظنها كثير من المعنيين بالأمر مجرد تخريفات لرجل بلغ أرذل العمر، ولكن واقعيا وعمليا هي التي تشاهد منهجا مطبقا على الأرض، حتى لو بقيت بعض العناوين والأعلام قائمة ترفرف هنا وهناك بلا معنى ملموس، كما تحدث عنها الراس إسياس في أسمرة وأديس وغندر. وإلا سادتي، فكيف يمكن تفسير احتفاء سفير مجموعة أسمرة على الورق سمر الرؤسوم وقد شوهد قبل أيام قليلة منتشيا ومتحدثا كما لو أنه مجرد ممثل لمكتب أسمرة ليس إلا؟ شوهد وقبعته التي غطى عليها أو غطى بها وهن عظم رأسه غلوا وعلوا هي الأخرى تتراقص ويداه ترتجفان أو تصفقان لا ندري. رقص هو ومن معه، والمجسم الواحد لإريتريا وإثيوبيا يتمظهر أمامهم مرفوعا على أعناق وأكتاف شعبه في إثيوبيا، تعبيرا عن تصريحات سيده من قبل. بل أعرب ممثل أسمر في أديس بلسان أمهري فصيح بأنه كان في هذا المكان قبل 50 عاما يؤدي دوره الوطني، وها هو قد عاد يحمل عجلا جسدا جديدا له خوار الوحدة والانضمام إلى إثيوبيا كما يطبقونه على الناس، لا كما يزعمون تصريحا لترويج إعلامي أو شيء من ذلك القبيل. هذه إذاعة إرينا. ورغم التضليل الفاحش عزيز المستمع وعزيزة المستمعة من قبل وزير اللا خارجية واللا مستشار في أمسياته، فإنما رشح علنا من قبل الإترين الواعين المدركين الذين تسللوا لواذا إلى ندوة ما تسمى بوزيرة العدل لمجموعة اللا عدل فوزية هاشم في الولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس من العام الماضي، كواحدة من تلك المهرجانات التي رصدناها وأفحمها الجمهور بجملة من أسئلة جمار
فما كان منها إلا أن استسلمت للواقع وحاولت قدر استطاعتها، لا تبريرا لخزعبلات سيدها لدى باب الحكم، وليس قبولا بما جاء في ألسنة النفر الحمام، لكنها جابت بين هذا وذاك في حصافة لم تؤتها من قبل، فهي المعروفة بلجوئها إلى ذات الحظيرة من الوعيد والتهديد، إلا في ندوتها الأخيرة هذه التي نحسب أنها ربما لن تحمل حقائبها بعد إذن إلى مهرجانات مماثلة، وربما تكون قد كفتها تلك الأمسية شر التأبط بحمل أكاذيب وتلفيقات وتدليس لا قبل لها به، إذ يكفيها ما تتحمله من أثقال العدل المفقود وأطنان الأحكام الجائرة الصادرة سواء من مكتبها في أسمرة أو من مكاتبها الفرعية في الأقاليم والمنافي، وهي أي تلك الأحكام ظالمة قاتلة غير عادلة. فلو كان وزير لا خارجية في موقف الوزيرة سالفة الذكر وتنزلت عليه أسئلة الإفحام تلك، لربما سقط من مقعده وكشف عن ساقيه مهرولا خارج القاعة، لأنه لا يحتمل دوي سماع مثل تلك الأسئلة أولا، وليس في جعبته حقيقة شيء يرد به على القوم ثانيا، كما ردت السيدة سالفة الذكر. ليس هذا فحسب، بل ربما لن تسره عاقبة العودة إلى سيده الأول في أعلى قمة الهرم الحزبي يماني. أما سيد سيده فسيكون له بالمرصاد، ستكون عاقبته واحدة من الأثاف الثلاث: إما أن يسحب منه بساط اسم وزارته التي علقها على ظهره بوصفه أكثر الطائعين وأكثر القائمين بلعب الدور المحدد له من مكاتب لا علاقة لها بتنظيم علاقات الدولة بالخارج، أو أن يلحق بإخوته الذين ودعهم إلى سجون أشباح سيده بعد أن ظل يشرب على غيابهم نخب النشوة راقصا متغافلا عما يعمله الظالمون، أو أن يلقي به في غيابة جبة العطالة المقنعة التجميد حتى يقول: ائتني بالصبوح بهجة الروح ترحني إن كان في شيء باقي. هذا لو تسنى له ذلك وأنى له بهذا أو ذاك. عزيزي المستمع، في الختام نقول: كثيرة هي مهرجانات المجموعة في أسمرة التي تعكس مستوى التصحر السياسي والفقر الوطني الذي تعانيه، وسنكتفي بالإشارة إلى أكبر فضيحة مهرجانية، تلك التي شهدتها المدينة الجميلة أسمرة في عهد العصبة أولي اللعنة. كان ذلك في أكتوبر من العام الماضي، عندما قرر رئيس العصبة أولي اللعنة أن يكون الاحتفاء باليوم العالمي للسياحة في حي أبشاول، فقد وصل الغباء الإداري والعمى السياسي بالعصبة تلك أن يكون الاحتفاء بيوم عالمي للسياحة في ذلك الحي، ما يعني ذلك اعترافا صريحا لا ضمنيا بالخور المدني والإعماري والضمور العقلي لتلك الطغمة. هذا الحي الذي تسلمته العصابة من الأنظمة الاستعمارية المتعاقبة، أوروبيين وأفارقة، وفيه بقية من روح، بل كان يمثل حينها شهادة وتوثيقا لفحش الاستعمار وفضائح، حيث الحياة هناك كالممات، أو هي أبعد، وربما مات أهون منه الحياة، رغم أن الفاصل بين ذلك القبر الجماعي أبشاول والشارع الأنيق الإيطالي كامبشتاتو بعض آلاف أمتار. فالعصبة أولو اللعنة لو كان في فكرها مشروع معماري وطني لواصلت الليل بالنهار حتى تمحو آثار المعاناة النفسية من سكان هذا الحي تحديدا، وتحيله إلى قطعة تنعم برحيق الاستقلال إن كانت العصبة وطنية، فقد كان هذا الحي قلعة من قلاع الخلايا السرية والأعمال الفدائية. لكنها هي العصبة صدقت مع نواياها، فلم تترك الحي على حالته الاستعمارية الرثة، بل زادته حرقة ووبالا بعد أن جعلته مرتعا لكل شيء لا يمت بصلة إلى الحياة على الإطلاق. فتردت أوضاع الحي أكثر، بل للأسف الشديد لحقت به أحياء أخرى كانت معافاة في سكناتها ورائحاتها، حتى أضحى للسكان أسمر الجميل أحياء أخرى من نسق أبشاول، وإمعانا وصلفا لتأكيد حكم الممات على سكان أبشاول العريق الذي خرج نجوما وعقولا في مختلف ضروب الحياة كما أشرنا. ها هي العصبة أولي اللعنة تؤكد فجورها وحقدها بأن احتفلت باليوم العالمي للسياحة على أوجاع الحي وأنين ودموع سكانه، ولا من ضمير ولا نصير. ألا لعنة الله على الظالمين.
إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. نكتفي سيداتي سادتي بهذا القدر من برنامج متابعات، وفيها سلطنا الأضواء على مهرجانات العصابة أولي اللعنة في أسمرة ومهرجاناتها المزعومة إلى الوطنية في بحر العام الماضي، ذلك من خلال ما نشر في صحيفة إريتريا الحديثة مؤخرا. كنت معكم في الإعداد والتقديم محدثكم أحمد شريف. تقبلوا تحياتي مقرونة بتحايا الزملاء فتح عثمان وبنيام سمعون في الهندسة الإذاعية والإخراج والإشراف العام. السلام عليكم، إلى اللقاء. هذه إذاعة إرينا. المستمعون الأفاضل والمستمعات الفضليات، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل ختام فقرات برنامجنا أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. مصرع شخص واحد في منطقة ود الحليو بضواحي القضارف. أفادت مصادر لإذاعة إرينا بأن شخصا لقي مصرعه جراء إطلاق نار عليه من قبل قوات حرس الحدود السودانية. وقالت المصادر بأن القوات أطلقت النار على الرجل في منطقة ود الحليو يوم الاثنين الماضي، مما أدى إلى مصرعه على الفور. وقالت المصادر بأن القوات اشتبهت في قيام الرجل بالتهريب عبر الحدود. العثور على مجموعة من اللاجئين الإريتريين في شاحنة تبريد في بلجيكا. ذكرت الشرطة البلجيكية أنها عثرت على 20 إريتريا من ضمنهم 3 نساء ومجموعة من السودانيين في سيارة تبريد في مدينة فالون. وكانت المجموعة في السيارة في درجة حرارة تبلغ 2 مئوية، وكان أفرادها في حالة صحية سيئة. وقامت الشرطة على الفور بتقديم الإسعافات الأولية لهم. وأكدت الشرطة البلجيكية بأن المجموعة تحركت من مدينة لييج في شمال بلجيكا وكانت في طريقها إلى بريطانيا. أزمة دبلوماسية بين أنقرة وباريس حول ليبيا. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية صحيح أقصو بأن باريس تقلب الحقائق حول ما يجري في ليبيا. وجاءت تعليقات تركيا على خلفية اتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره التركي رجب طيب أردوغان بالتنصل من تعهداته التي قدمها بعدم التدخل في ليبيا. وقال المتحدث التركي: إذا كانت فرنسا تريد المساهمة في تنفيذ مقررات مؤتمر برلين فعليها إيقاف دعمها اللامحدود للواء خليفة حفتر. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. وأذكركم بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم في حلقة جديدة من برنامج نافذة ثقافية والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم من محدثكم فتح عثمان، ومن زميلي أحمد شريف، ومن زملائي في الإذاعة في باريس أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.